السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ سمسمة عيسى. النهاردة ان شاء الله انا جاية اعمل معاكم الخروب، عصير خروب، وهعمل معاكم برضو عصير عرق سوس. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وان شاء الله يعجبكم كده، والحاجة في البيت بتكون انضف واحسن. هنا انا جايبة نص كيلو خروب اهو، بصوا نص كيلو خروب، ومعايا هنا كوبايتين سكر هنعمل بيهم الخروب، يعني كوبايتين كبار كده. هنا بقى العرق سوس هنحط عليه كربوناتو، شوية كربوناتو عشان ايه اخمره الاول بشوية مية صغيرين خالص، وهسيبهم حوالي ربع ساعة او نص ساعة يخمروا، وبعد ما يخمروا هقول لكم هعمل ايه. ودلوقتي نسمي الله كده. اول حاجة هجيب حلة كده على النار اهو، واقوم مفضيه الخروب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وافضي فوقيه على طول السكر. بيبقى جميل جدا، بيبقى جميل جدا. الاسكندرانيه بيموتوا في حاجه اسمها خروب، وانا اسكندرانيه بقى، وبحب اعمل الخروب كده في البيت، بيبقى انضف واحلى، وبيبقى تحفه بصراحه. هفضل بقى ايه اقلب لغايه ما السكر ده يسيح معانا، لسه يعني ايه بياخد وقت شويه. تفضلوا ايه تقلبوا فيه لغاية ما السكر ايه يسيح. وبرضو احنا مع بعض لغاية ايه عشان ما اطولش عليكم يعني. بصوا حبايب قلبي، في الاول بيبقى النار عالية، لازم تبقى النار عالية عشان ايه يعمل معاكم. وما يعني معلش، يعني هو بياخد ايه وقت شوية في عمايله، لازم تكوني عندك صبر في عمايله. تفضلي تقلبي فيه علشان السكر ما يكلكعش معانا. اول ما يسيح السكر معانا بقى نبتدي نوطي النار، ماشي. نفضل نقلب كده ما نيأس. اول ما نلاقيه بقى ساح هنقوم موطيين النار شويه، وبرده ايه نفضل نقلب عشان النتيجه تبقى مظبوطه معاها. وما احس انه غمق شويه نقوم مفضيين عليه بقى الميه. بصوا حبايب قلبي، فضلت اقلب اهو لغايه ما بص السكر ساح ازاي معانا. بصوا صح معانا وادى لون علشان الخروب يشرب معاه السكر، فبيديله بقى ايه طعم روعه. بصوا صح معانا ازاي. فضلت اقلب ياخد معانا حوالي ربع ساعه تقليب لغايه ما صح معانا خالص. وهنحط بقى ميه من العاديه، من الفلتر العادي ده. بس صح معانا خالص. بس نشيل كده بس عشان ايه ما النار وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. وشويه بشويه بس عشان ايه ده بيغلي. ادي شفشه، ونحطه على النار تاني يا دوبك غلوه، وهتدفوا عليه بقى وتسيبوه بقى. يعني كل ما تسيبوه يعني وقت بيبقى احلى. بصوا حبايب قلبي، انتوا اول ما بتحطوا الميه هتلاقوه ايه محجر.
فما تقلقوش من الموضوع ده. هتقوموا حاطينه على النار تاني، وانا هحط تالت ذرة اهو، بس كده اقل من الذرة. بصوا اما بتحطوه على النار تاني بيبتدي ايه يسيح معاكوا اهو. بس هو هيسيح ايه لوحده كده بالراحة خالص كده بصوا حجر ازاي، فبيسيح بقى مع النار. اول ما يغلي كده غلوة واحدة تقوموا طافيين عليه وتسيبوه بقى يبرد، وما تصفوهوش على طول، يعني سيبوه، يعني كل ما تسيبوه يعني 5-6 ساعات ماشي، 4 ساعات ماشي، لغاية ما يبرد خالص وتقوموا مصفيينه عشان ايه ياخد طعم الخروب، يبقى طعمه حلو، كل ما يقعد يبقى احلى. بصوا حبايبي، بصوا فك معانا ازاي اما كان مجامد وماسك في بعضه كده، ما تقلقوش خالص. بصوا الميه فكته ازاي، النار قصدي فكته، بصوا وغلى ابتدى يغلي معانا ازاي اهو، بيغلي اهو وفك معانا خالص هنسيبه اهو غلى اهو، وهنطفي عليه كده ونسيبه بقى ايه يبرد مع نفسه كده. احنا دلوقتي سيبنا الخروب اهو هيغلي غلوه وهنطفي عليه. دلوقتي بقى ايه هنخمر العرقسوس. بسم الله الرحمن الرحيم. دي معلقه كربوناتو، كفايه معلقه صغيره كده، وتعمليها كده تقلبيها كده وايه وترشي ميه كده رشرشه كده عشان ما تبقاش الميه كتيره، عشان انت كده بتخمريه. هنسيبه بقى ايه يخمر حوالي من نص ساعة لساعة. بعد كده لما يخمر هحطه في الشاشة دي، وهوريكم برضو خطوة بخطوة انا هعمل ايه. بصوا بس حلو اوي كده. كوموه كده وبعدين ايه ممكن نغطيه كده بالشاشة عشان يخمر معانا. يخمر شاشة على 2 كده لغاية ما ايه ما يخمر معانا بقى، وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه. حبايب قلبي الخروب اهو والعرقسوس خمر معانا اهو. بصوا لونه اتغير ازاي لما خمر، بصوا لونه اتغير ازاي. هنعمل ايه بقى، هنصفي الخروب كده هنصفي الخروب كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لونه بقى جميل ازاي اهو، بارد معانا وبقى جميل جدا. وهنحطه بقى ايه في التلاجة يسقع بقى في التلاجة وتشربوا منه بالهنا والشفا. حاجة في البيت بتتعمل بنظافة وتشربوها بنفس، وأوفر
واوفر وامن واحلى. تبقى الحاجة جميلة في البيت كده، تعملوها بايديكوا احلى. تضمنوا يعني عشان صحة ولادكم كده تعملوا لهم كل حاجة في البيت احسن. روعة روعة روعة. ان شاء الله تجربوا كده الطريقة بتاعت سمسمة عيسى دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. وشوفوا عمل معانا ما شاء الله، يعني لسه فيه. بصوا ده الخروب الجميل بقى. وده العرق السوس بقى. نجيب الشاشة كده اهو، نفردها حلو كده، ونجيب معلقة كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحطها جوه الشاشة كده اهو. خليك معايا ثواني. احطها كده ونفضيها. شوف خمر ولونه اتغير ازاي. هنربطها بقى ايه حلوة قوي، نربطها حلوة قوي. نمسكها كده ونكورها كده اهو اهو زي الكورة كده. نكورها زي الكورة كده اهو، ونلف عليها كده ونربطها كده. يعني الصوص جميل، متحطش فيه سكر خالص، هو كربوناته وبس، رشة كربوناته زي ما وريتكم كده، وبيتخمر وخلاص. وتشربوه بالهنا يا رب. لازم يتقفل حلو، تربطوه جامد. هتعملوا ايه بقى؟ هتحطوه في المية كده اهو. طبعا الشاشة مغسولة واخر حلاوة. وهتحطوه في التلاجة بقى. هو بقى ايه هينزل بقى، هيبقى لون الخروب كده. هتحطوه في التلاجة بقى وهو هيعمل اللون، وتسيبوه بقى. بصوا حبايب قلبي، الخروب اهو سقع وبقى جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرق الصوص بقى اما بتيجي تفرغيه، وكل ما تقعديه كل ما هيتقل. بص العرق الصوص تعملوه كده عشان الرغاوي دي. ايه رأيكم بقى؟ شفتوا سمسمة عيسى بتعمل ايه؟ ايوه معانا العرق الصوص اهو. ايه رأيكم بقى في سمسمة عيسى؟ يا رب يكون عجبكم كده. هنا معانا الخروب وده العرق السوس، وكل ما تقعدوه هيتقل ويبقى حلو. ويا رب تكون طريقة سمسمة عيسى عجبتكم يا رب، وتجربوها ان شاء الله. وحتى نلتقي في فيديو اخر مع مطبخ سمسمة عيسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.